مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل تمام. طبعا اليوم وصفتي اليوم في قناتي هي طريقة عمل كباب مشوي. طبعا كباب الدجاج المشوي على العراقي على الفحم. راح نشوف انا وياكم خطوة بخطوة احلى كباب عراقي. طبعا عندنا تقريبا ما يعادل 500 غرام من صدر الدجاج المثروم، ثرم خشن حبايبي مثل ما تشوفون أمامكم. وعندنا هذا الراس بصل يعني أو حبة بصل واحدة. عندي هاي المسرامة ست البيت نخلي بيها ونقطعها. طبعا التقطيع يكون بشكل ناعم جدا حتى يتلابس مع اللحم. مثل ما تشوفون حبايبي. وهسه خليت الطحين تقريبا 3 خواشيق من الطحين، وخليت أكيد رشة حلوة من الملح. ها هي حبايبي صارت عجينة الكباب جاهزة حتى نبلش نخليها على سياخ الشوي. حبايبي على صفحة أنا خليت شوية مي حتى أغمس إيدي كل شوية، وطريقة العجن تكون يعني سلسة وسهلة. حبايبي بلشت أسوي هاي الكرات وأخليها على الشيش وأرصها من كل الجوانب، من الأمام يعني من الأمام من الخلف من يعني الجوانب. لازم نرصها بشكل ممتاز حتى يعني ما يسقط أو يوقع بالشوي. زي ما تشوفون حبايبي مستمرة أني أسوي إن شاء الله كل الكمية أمامكم في هذا الفيديو، ويشوفون أحلى كباب إن شاء الله يعجبكم. حبايبي لا تنسون الاشتراك بالقناة إذا أول مرة تشوفون الفيديو، وإذا حبيت الفيديو أكيد إعجاب وتعليق حلو مثلكم أكون ممنونة. قناتي جديدة وتحتاج كل دعم حلو منكم. مثل ما تشوفون حبايبي بلشت أشيشه بهالطريقة. طبعا الكباب هو عندنا أنواع بالعراق، وخاصة هاي أكلة شعبية نطلبها من المطاعم ونطلبها نسويها بالبيت على الفحم. حبيت أشارككم بهاي الأكلة. أكو لحم دجاج أو لحم تستخدمون الغنم والعجل، لكن الطريقة هي المميزة بالشواء هي أنه يكون على الفحم. وأصلا هو يخلق أجواء ممتعة أثناء الشوي وعائلية. دائما العوائل تحب العزومات تخلي هاي الأكلة موجودة لأن أكو استمتاع بها وبعملها. مثل ما تشوفون أمامكم أني دا أرصها من كل الاتجاهات حتى ما تعرض الموقف إنه يوقع لحم الدجاج. ونفس الطريقة أستخدمها بطريقة عمل الكباب اللحم المشوي طبعا على الفحم. ومنزلة أني عدة مقاطع راح أترك لكم الرابط حتى تشوفون تقريبا نفس الطريقة، حتى تشوفون انه شلون النتيجة تكون نهائية مثالية. لا تنسون حبايبي الاشتراك بالقناة، يعني حبيت اذكركم، وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. مثل ما تشوفون امامكم مستمرة اني تقصدت انه اطول مقطع التشييش الكباب حتى تشوفون امامكم الطريقة، وخاصة المبتدئات يتعلموها او يقعدون ويا الماما اثناء ما يسووها عدة مرات يتعلمون. طبعا جدا سهل. وايضا انه نظافة بالعمل، انه احنا نتأكد من مصدر اللحم اللي جايبيه ونظافة
مرات واحد يجيبه من برا، منعرف احنا شلون مشتغليه وبأي مي بأي لحم. هم يقولون هيجي لحم بس منو يقول يعني هو نفسه صحيح. بينما احنا اذا نجيبه من الجزار لحم امامنا يقطعه، ومثل ما تشوفون حبايبي نظافة بالتشييش وأجواء عائلية نخلق بالبيت. وأيضا نقدر نخلي بعد الكباب قوري الجاي على الفحم، أجواء راح تكون رائعة صدقوني. فأتمنى الكل يجربها وما راح تخسرون، بالعكس راح تتونسون تستمتعون بالأكلة. مثل ما تشوفون حبايبي هسه تقريبا يعني هذا النص كيلو سوالي تقريبا ما يعادل 12 شيش. بس أنا ما راح أسوي كله، يعني راح أحاول يعني هذا العجين اللي بقى أخليه. حاليا مثل ما تشوفون تقريبا هاي 7 أشياش، وبقى من العجين أستخدمه بغير أكله. هم كباب، بس كباب عروق عالطاوة. يعني مثل ما تشوفون اني هسه حاليا خليت قطع حبات من الطماطة وحبة بصل، وخليتهم بالشياش حتى اشويهم ايضا على الفحم، راح يعطي طعم وجمالية للاكلة. مثل ما تشوفون حبايبي بلشت حطيت الطماطة والبصل اول شي يعني يستغرق وقت طويل، بينما الكباب يخلص بسرعة والحمد لله. يعني ما وقع اثناء الشوي الحمد لله، وكان شكله كلش حلو. بلشت اقلب وهذا شكله حبايبي مثل ما تشوفون. اتمنى عجبكم، شوفوا شلون شكله رائع. وهسه اشوفكم طريقة انه شلون نسحب شيش الكباب. مثل ما تشوفون حبايبي اول شي من الامام ومن الخلف جريته بهالطريقة ونزلته على ايدي وقبل على ماعون التقديم. بهالأثناء احنا خلينا الشاي على الفحم، أجواء روعة. مثل ما تشوفون حبايبي ما قدرت أصوركم أجواء البرا لأنه الإضاءة كلش خافتة برا، يعني مو كلش إضاءة قوية، يعني أكو إضاءة بس مو كلش قوية بالتصوير للأسف ما يطلع واضح مثل هنا. فحبيت أشوفكم هاي النتيجة أمامكم. مثل ما تشوفون حبايبي روعة روعة، والطعم بعد أروع. وبلشت أطلعهم واحد واحد وأنزلهم من الشياش. مثل ما تشوفون حبايبي شكل ولا أروع، شكل مشهي وكمية ما شاء الله نعتبرها كل زينة. وقلت لكم هو بقى من العجين هواية، يعني أقدر أسوي كباب عروق. طبعا هنا سويت السلطة ليمون وطماطم وخيار وخضرة أكيد، وطلعت الشياش طماطة والبصل، ونزلت طبعا السماق. مثل ما تشوفون حبايبي هذا السماق هو باودر أحمر حامض يصير مشهور عندنا بالعراق. بلشنا نزلناه على قطع أو شياش الكباب. هذا هو شكله النهائي. يا ريت عجبتكم الأكلة، والمنظر مشهي والطعم ولا أروع. طبعا أتمنى عجبكم الفيديو، أتمنى تسوون اشتراك للقناة، وأتمنى تسوون تعليق وإعجاب للفيديو إذا حبيتوا، وتكتبونا من أي محافظة بالعراق أو أي بلد بالعالم تشوفونا. أحبكم هواية، يلا باي باي.